الصراع بين الهلال والنصر على ضم ظهير الفتح سالم النجدي، وبحسب ما نشرته جريدة اليوم السعودية فإن ثنائي الهلال والنصر قدما عرضين رسميين إلى الفتح من أجل الظفر بخدمات سالم النجدي في الصيف الجاري. وأشارت الجريدة إلى أن نادي الفتح يبحث عن ضم ظهير أيسر من أجل الموافقة على رحيل سالم النجدي سواء للهلال أو النصر هذا الصيف. ويرتبط سالم النجدي صاحب 21 عاما بعقد مع نادي الفتح السعودي حتى يونيو من عام 2028. ويسعى مسؤولو نادي النصر السعودي لضم ظهير أيسر محلي في الصيف الجاري تحسبا لرحيل البرازيلي أليكس تيليس، بينما نادي الهلال السعودي يريد ضم ظهير أيسر بعد رحيل معاذ فقيهي إلى صفوف الاتحاد، تحسبا أيضا لإمكانية رحيل البرازيلي رينان لودي الذي لا يقنع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق الأزرق منذ وصوله في يناير الماضي قادما من مارسيل الفرنسي.